النهارده هنعمل مخلل جزر. هنستخدم معانا ملح وفلفل طبعا اخضر وفي قرنين احمر وربع كوبايه خل. بس كده، وهيبقى طريقه سهله جدا معانا. قطعنا الجزر كده وقشرناه بالشكل ده. هنوريكم بقى ازاي هنقطعه ونرصه في البطرمان ونعمل المحلول بتاعه. هنقطع الجزر بالشكل ده بقطعه المخلل بيدينا الشكل المزجزج ده. ونضفنا الفلفل، طبعا قطعنا الراس بتاعته ونضفناه، وقطعنا الفلفل الاحمر بالشكل ده حلقات، ومعانا الملح اهو والخل والبطرمان اللي هنعمل فيه. هنعبي بقى دول في البطرمان ونرجع لكم. هنوقف الفلفل كده طول في البطرمان ونبدا نحط الجزر عليه. هنبدا نضيف الفلفل الاحمر كده، هنحطه في الاركان، ونبدا نضيف الجزر مره تانية. كده احنا رصينا الفلفل والجزر في البطرمان. هنبدا بقى جايبين هنا ميه، الميه دي طبعا مغليه وسيبناها لما تبرد وعقمناها. بعد كده هنبدا نضيف الخل هنا. هنضيف هنا الخل، وبعدين نضيف هنا الملح على حسب رغبتنا بقى. اشوف احنا عاوزين قد ايه ملح، وندوبه وندوقه طبعا، وبعد كده نضيفه على الجزر. هنبدا بكبشه صغيره كده. نبدا ان احنا نحط الميه على الجزر لغايه ما يغطي الوجه كله. انت بقى عايزه تضيفي حبه ورقه عصفر الكلام ده، انا مش بضيفه غير ساعه التقديم عشان ما يغيرش لون الجزره، وكمان ما يغيرش طعم الجزر نفسه. كده احنا خلاص ضفنا المحلول. هنبدا بقى ان احنا نغطي البطرمان، وبعد ما نغطي البطرمان هنحطه في قلب حاجه كده، قاروره مثلا، عشان خاطر الميه الزياده تنزل فيها. واحنا بنغطيه في ميه زياده بتنزل، فايه هيبقى تنزل في قلب القاروره دي. هو كده خلاص، انا قفلته، وده شكله. شايفين شكله جميل ازاي؟ هنسيبه بقى في القاروره دي لغايه لما يصفي ميته كلها، ويومين او يعني اسبوع كده وتاكلوا منه.